أخيرا النادي الأهلي بيتخذ قرارات رادعة ضد اللاعبين والمقصرين في مباراة سموحة. عامر حسين ناوي كده كده يفرم الأهلي فرم قبل كأس العالم. الزمالك مهدد بالإيقاف لفترتين وحرمانه من أفريقيا بعد شكوى الترجي التونسي النهارده للاتحاد الأفريقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت كل اللي بيشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك في القناه فضلا وليس امرا، دعما لحبيبك واخوك سوبر اهلاوي. لو حضرتك اول مره تتابعنا تكرم علينا باشتراك في القناه ولايك على الفيديو. والاهلي يتخذ قرارات رادعه وحاسمه ضد المقصرين او اللاعبين اللي ادوا في مباراه سموحه. كده كده قال لك لا تهاون ولا استهتار، خلاص ما بقاش يعني. اخيرا النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي بقى بيتحرك، بقى يعني خلاص بعد الثوره الغريبه او الثوره الكبيره اللي قادتها السوشيال ميديا وكل عشاق ومحب جمهور النادي الاهلي امبارح بعد مباراه الاهلي وسموحه. بصراحه جمهور النادي الاهلي رغم ان فريقه متصدر الدوري فرق نقطتين، رغم ان فريقنا او نادينا النادي الاهلي هيلعب في كأس العالم للأندية، رغم النادي الأهلي مشارك في دوري أبطال أفريقيا وصعد لدوري المجموعات، ورغم ده كله إن الجمهور النادي الأهلي دايما جمهور ذواق، جمهور بيعرف يختار، جمهور بيعرف يشوف. حتى والله لو الأهلي كان جاب جون امبارح في مباراة سموحة وانتهت بالفوز، برضه كان جمهور النادي الأهلي مش هيطلع يطبل ولا يطلع يحنن ولا يطلع يقول لك لعيبة او كذا كذا ونصبر عليهم. لا، شاف الوضع قال لك خلاص كده بلاش طبطبه، لان استحاله هنضيع الدوري مننا للموسم الثالث على التوالي. دي حاجه ما حصلتش في التاريخ النادي الاهلي، انه 3 سنين متتاليه ما ياخدش الدوري. يعني ازاي؟ فقال لك خلاص احنا كده يبقى قرارات تأخير المستحقات، لا مكافآت لا مستحقات، يعني مفيش حاجة من ده كله هتحصل إلا بعد مباراة سموحة. بمناسبة مباراة سموحة بقى، اللي الحاج عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وعضو في لجنة الرابطة الأندية اللي ضاغط النادي الأهلي ضغطة معرفش ليه. يعني من يومين كنا قلنا الكلام دوت والناس طلعت النهارده بتتكلم. الحمد لله الحمد لله الواحد سباق في الحاجة ديت. لما قلت ان الحاج عامر حسين واضع النادي الاهلي في وضع في الدوري ما اعرفش ازاي. يعني امبارح الاهلي لاعب مع سموحه، في نفس اليوم لاعب الزمالك برضو معانا مع الاهلي او قبل الاهلي بساعتين. تخيلوا الزمالك هيلعب الخميس، لسه الثلاث والنهارده الاثنين وبكره الاربع وهيلعب الخميس. تخيل الاهلي بقى هيلعب متى؟ هيلعب يوم الاربع. امتى هيلعب الاهلي؟ هيلعب الاربع ان شاء الله مع سيراميكا كليوباترا يوم الاربع، يعني هيريح يومين. سيراميكا كليوباترا بقى لاعب امتى؟ لاعب يوم الجمعة، يعني مريح 5 ايام. 5 ايام مريحهم سيراميكا كليوباترا اللي عامر حسين ضاغط النادي الاهلي. صح، صدق اللي قال او من قال ان النادي الاهلي اساسا لسه ما لعبش في دوري ابطال افريقيا ولا في كاس العالم. انت ليه يا عم عامر ليه حاطط النادي الاهلي في الضغط ده؟ ليه بتخليه بيلعب كل يومين؟ ليه بتلعب النادي الاهلي كل يومين؟ ليه الفريق اللي بيلعب النادي الاهلي بالاخص لازم يريح قبل النادي الاهلي بيومين؟ يعني سيراميكا يلعب الجمعه ويلعب الاربع، والاهلي يلعب الحد ويلعب الاربع، والاثنين هيلعبوا بعض. امبارح الاسماعيلي في نفس التوقيت، في نفس توقيت مباراه الزمالك، الاسماعيلي مع المصري والزمالك مع المقاولين في نفس التوقيت الساعه 5 بيلعبوا في نفس الوقت علشان هيلعبوا يوم الخميس مع بعض. ويقول لك عامر حسين كده، عامر حسين بيضيع النادي الاهلي او بيرهق اللاعبين بدري بدري. امال ليه كثره الاصابات والارهاق؟ والله غالب. وعمنا مرتضى منصور اللي طالع كان بيقول انا بعت خطاب ومش خطاب، وقلنا برضه والحمد لله الواحد في الخبر ده كان
الحمد لله الحمد لله سبقنا بالخبر، الحمد لله سبقت بالخبر وتأكد النهارده والناس قالت. وهو الترجي التونسي باعت خطاب للاتحاد الافريقي بيشتكي فيه نادي الزمالك بحيث ان هو ما يلعبش في دوري ابطال افريقيا، يستبعده، وغرامه على نادي الزمالك وغرامه على الاتحاد المصري. وليد العطار اللي خبى الجواب بتاع النادي الاهلي بتاع تنظيم النهائي هو اللي طلع الرخصه لنادي الزمالك ان هو يلعب. هنا ابو ريده هو اللي ساعد نادي الزمالك. خلي بقى هنشوف بقى الاتحاد الافريقي هيعمل ايه. يا ترى مين هيساعد نادي الزمالك دلوقتي علشان ما يتوقفش فترتين كده، علشان الرخصه المضروبه اللي اتعملت له، علشان يصعد او يفضل يلعب في دوري ابطال افريقيا. ولذلك حتى لو شكوى الترجي ما جابتش نتيجه برضه الهلال هيتقدم، المريخ السوداني هيتقدم بشكوى. لازم كده، لازم هيتقدم بشكوى. ليه بقى؟ لان كل لو مشي الزمالك من المجموعه اتسهلت المجموعه على الترجي والهلال، او الترجي والمريخ السوداني، اتنين هيصعدوا وواحد هيطلع، فخلاص. او شباب بلوزداد، فواحد من الفرقتين دول هيصعدوا. ولذلك المجموعه كلها اربع فرق، والاربع عربيه، الجزائر، واحد من الجزائر، واحد من تونس، واحد من السودان، وواحد من مصر. فكده كده ان الزمالك اهي ممكن بالكتير قوي هيخرج بره هيستبعدوه من دوري ابطال افريقيا. وفي الختام يا ساده، محدش ينسانا من فضلكم بالاشتراك في القناه ولايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.